من الناس اللي بموت في الاكل الشعبي وبالذات لو كان بتنجان. تعالوا نعمل البتنجان بطريقه حلوه جدا سهله وسريعه في الطاسه. بنجيب الطاسه ونحط فيها شويه زيت وننزل فيها ببصله متقطعه مكعبات صغيره. هنقلب البصله لغايه ما تدبل كده شويه ولونها يتغير يبقى لون ذهبي فاتح. هننزل عليها بمعلقه من الثوم المفروم. انا جايبه الثوم من الفريزر، تقدري تجيبي 3 فصوص من الثوم وتقطعيهم صغير قوي او تدقيهم في الهون، بيدوا طعم حلو جدا. هستنى لما التوم يدوب كده شويه ويبتدي ريحته تطلع، مش هنحمره، احنا بس عايزينه يدبل وريحته تطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى طماطم متقشره ومتقطعه مكعبات صغيره ونحطها على البصل والثوم ونقلب فيها كده، وننزل عليها بفلفل رومي متقطع صغير، وتقدري تحطي طبعا قرن فلفل حامي. وتعالي اقولك بقى ازاي نخلي الطعم تحفه. هنحط ملح، رشه بسيطه من الكزبره الناشفه، رشه بسيطه من الكمون، وكمان بابريكا. وهنقلب كل ده ونسيب بقى الطماطم على نار هاديه كده على جنب تتسبك كده وتتقل. هنجيب بقى طاسه اللي فيها شويه زيت ونحط فيها البتنجان اللي احنا مقطعينه مكعبات بالشكل ده. دي اسهل طريقه لتقطيع البتنجان وكمان تسويته. وبعد البتنجان ما ياخد لون ذهبي كده حلو هنصفيه ونشيله على جنب. وبعد كده نجيب الطماطم، هنلاقيها اتسبكت، يعني مجرد ما قلينا البتنجان الطماطم اتسبكت. وكمان كنت قليت 3 قرون من الفلفل الحار، بيبقى طعمهم تحفه. هنسيبها كده على النار دقيقتين بالشكل ده، وهنحط رشه بسيطه من البقدونس. هي بتاخد دقيقتين بس على النار وبنطفي عليها، وبتتقدم سخنه وبألف هنا. لازم تجربوها.